يا اخي السيتي المفروض يعمل التيشيرت السودا تاني. حلو، عشان احنا بجد الفتره دي فتره سواد. والله فتره سواد بقى وخلاص. كل سنه طيب. قاعد اقول لك بقى لا لا مش موسم صفري وان شاء الله ربنا يكرمنا، لا 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 ده موسم صفري وخلاص. وهو برضو، ما هو برضو ربنا بيكرم الواحد لما بيكون بيشتغل ويكون بيتعب ويكون بيطلع عينه، فاهم، وبيكون بيسعى. بس في الاخر يا باشا انا حاسس ان احنا بننزل بال11 يقول لهم يلا انزلوا اجروا في الملعب امرحوا. انا النهارده بتلعب قدام ليفربول، ليفربول رقعنا 2-0 مع الرأفة. انا النهارده اقسم بالله مش عارف الفريق ده بيعمل ايه. انا مش عارف احنا بنعمل ايه حقيقي. يعني النهارده وامبارح اسبوع ال 26 ده كان اسبوع لطيف وممتع جدا لاي حد عايز ان هو يعني عايز ان هو يطلع مرتبه كده، فاهم، في الترتيب بتاع الجدول. حلو. النهارده نوتنجهام فورست يخسر. لو انت كنت كسبت الماتش بقيت التالت، سهله وخلاص بقى ريحت نفسي شويه ان انا اخد نفسي، فاهم. لا يا باشا، تشيلسي يخسر من استون فيلا، فاهم، بورموث يخسر من وولفز، الدنيا وارسنال. ارسنال يخسر من ويست هام ال 16 على الدوري. شويه ضحك، فاهم. خلاص كده كده انا كده كده اكيد مش هتكلم عن مانشستر يونايتد ان هو يتعادل مع ايفرتون، سيبك انت من القصه دي لان هم غلابه والله العظيم مش ناقصين. حلو، هيقعد بقى يقول لي يا ايه صغير مانشستر ومش عارف ايه وانا الكبير وانت الصغير والشغل بقى التنطيط اي كلام ده. خلاص يا حبيبي يلا كل سنه طيب، ضربنا لك عصفورين ب 100، فاهم. يعني بص حجر واحد فعلا ضرب 1000 عصفور، فاهم. تعالى بقى اقول لك الالف عصفوره، وتعالى اقول لك الترتيب بتاع الدوري دلوقتي بقى عامل ازاي، وتعالى اقول لك المساوئ بتاع جوارديولا اللي هو قاعد بيقدمها، وتعالى اقول لك اللعيبه اللي مظلومه عندنا في الفريق، وتعالى اقول لك ان صلاح الراجل ده لو ما خدش البالون دور يبقى في حاجه غلط. معاك جهاد العمري فنتكلم كوره، وما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا نبتدي. احنا النهارده نزلنا نقول لارسنال حاجه واحده بس: انت مش هتاخدي الدوري. من الاخر، من الاخر احنا النهارده قلنا لارسنال، قلت لها انت مش هتاخدي الدوري. مش هتاخدي الدوري ازاي؟ انا حضرتك هوسع الفرق واخلي ليفربول يكسب الماتش مرتاح. ما فيهاش. الموسم اللي فات انت كنت بتجري ورايا وجبتك وكسبتك، واخرك 3 4 جولات عديتك وخدت البطوله منك. واللي خدمني توتنهام، مفيش مشكله، شكرا يا توتنهام وانا مش ناسيه. تمام، حضرتك اخش انا بعدها الموسم اللي بعده ليفربول قاعد بيطلع بيطلع بيطلع، فجأة الدنيا تتدربك معاه شوية، تعادل في ماتش يكسبه بالعافية في تعادل تاني. لا يا باشا ماتشك معايا، لا يا حبيبي. ايه ده ارسنال عايز يجيبك، لا لا احنا نخلصها لك. قتلته، قتلته وما عارف مانشستر يونايتد تخلي بقى ليفربول يبقى معاه حوالي يبقى معاه دلوقتي 20 لقب ويجيب العدد بتاع مانشستر يونايتد والدنيا بقى تلوص خلاص، فاهم. ونوتنجهام فورست اللي بيعاني بيحاول ان هو مش عارف هو بيحاول يعمل ايه. فريق كان طلع طلعه جامده جدا جدا جدا، فجاه اسبوعين كده غراب اغرب من بعض، خسارات مش فاهم هو بيعمل ايه. يعني بس هو في الاخر فريق، يعني حجم الضغوطات اللي عليه ان هو فجاه يبقى في المركز الثالث وان هو كان في الثاني، برضه ايه هو ده مش الاهتمام بتاعه. هو بالنسبه له اصلا لو بقى في اليويفا مش عايز اي حاجه اكتر من كده. النهارده بقى جوارديولا بيعمل ايه بقى؟ النهارده جوارديولا بيقدم احلى دوري في الدنيا حقيقي. يعني بيقدم ايه بقى؟ بيقدم موسم عالمي، بيقدم كوره ملهاش حل، بيقدم تكتيك مفيش تكتيك بقى زي ما اتكلمنا، وانا قلت لك ان انا مش هطلع اتكلم تكتيك ولا هطلع اتكلم بقى كوره وخلاص. وقلت لك لو انت عارف ايه المسمى اللي احنا ممكن نسميه الفتره الجايه لاسم القناه عشان خاطر نغير اسم القناه، عشان خاطر خلاص ما بقاش فيه كوره، فاهم. ما بقاش فيه كوره ممكن نتكلمها. بقى فيه سف، بقى فيه تريقه، بقى فيه ان الواحد يطلع يشد في شعره. اختار لي اسم بقى للقناه. ويعني مثلا ممكن مثلا مراحل الاكتئاب مثلا في الكوره، مثلا عبثيات جوارديولا، فاهم انت الجو دي، فاهم. حراسه المرمى ابتدينا بمين بقى النهارده؟ ادرسن، على اليمين ريكو لويز، ريكو لويز خوسانوف، الراجل اللي انا شايف ان هو مثلا ياخد 9 من 10 بغض النظر عن الاخطاء اللي اتقدمت في الهدف الاول والهدف الثاني اللي هو كان ممكن او من ضمن المنظومه الدفاعيه اللي غلطت فيها. حلو، خلي ده كده هنا عشان بس ايه، فاهم. بقول لك لا بلاش، بلاش نبقى نصبغها اسود نبقى نلبسها. جنبه اكي، جنبه جافارديول. في خط النص بنلعب باثنين: نيكو جونزاليس وكيفن دي بروين. كيفن دي بروين 34 سنه، راجل نسي الكوره. كفايه، كفايه.
تمام. طبعا بيضم عليهم بقى ريكو لويز، انت فاهم بقى ان احنا بنحتاج بقى ان احنا نلعب بثلاثه في خط النص. هارش. بس حضرتك بقى الثلاثي او الرباعي يعني، فاهم؟ دوكو على الشمال، في النص المفروض في الفودن، على اليمين سافيو، قدام مرموش. في بعض الكور كده في الفودن بيسقط ان هو يبقى المهاجم، مرموش يدخل يرجع ورا دوكو ان هو يبقى فيه جبهه يعني على الشمال قويه، ودي بروين بيدخل في العمق في النص. ما فيش مشكله. ما هي ترى دي عملت اي حاجه؟ ولا عملت اي حاجه، ولا عرفت تعمل اي حاجه. احنا النهارده كوميديين. الناحيه التانيه بقى تبص تلاقي بقى ايه بقى حاج بقى ارني سلوت يلعب لك باليسون، ارنولد، كوناتيه، فان دايك، روبرتسون في خط النص، جرافنبرخ وكيرتس جونز وسوبوسلاي وماكاليستر. بس سوبوسلاي الراجل المحترم ده بيضم كمهاجم وهمي وعامل دور عالمي. طبعا صلاح كده كده على اليمين، الراجل اللي المفروض ياخد البلندور زي ما قلنا، وعلى الشمال لويس دياز. زمان كنا في المنتخب سنة 2009 2009 برضه 2019 و2020 وحاجات كده و2021، دايما كنا عندنا مشكلة. دايما كان يقول لك دايما ايه، منتخب يلعب لصلاح. على فكرة ليفربول بيلعب بنفس الفكرة وماشية معاه حلاوة على فكرة. انا بقولها لك بمنتهى الامانة، بس الفرقة كلها عارفة ان هي ازاي، ان المنظومة ان العشرة يخدموا عليه، والراجل عارف ان هو في الاخر يعمل لهم اللي هم عايزينه. زي بالظبط كده برضو مرموش. بس مرموش ما بحطوش في مقارنه مع صلاح، لانها تبقى مقارنه ظالمه جدا لصلاح، لان الراجل اعلى منه بكتير، لان لسه مرموش عنده كتير قوي 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 عشان يقدم. بس مرموش بيحتاج برضو اللي يخدم عليه، ويحتاج اللي يشتغل له كتير عشان خاطر في الاخر يعرف يجيب لك جون واثنين وثلاثه زي ما عمل في نيوكاسل. حضرتك النهارده الدقيقه 14، ماتش كان مقفل، ماتش ما كانش له معنى قوي، السيتي ماسك كوره بلا هدف قوي لحد ما دقيقه 14. صلاح تجي له كوره يعني، الراجل ما بيكدبش، عارف، كورنر بيتلعب باص على الارض، سوبوسلاي من غير لما يلف اصلا حتى الراجل يقوم لاعب الكوره، خط السيتي كله الدفاع بتاعه على نفس الخط، حاجه عره، ولا واحد واقف يطلع يستقبل قدام صلاح الكوره. الراجل عادي جدا واقف جوه ال 18، جوه ال 18 وما حدش واقف قدامه. عارف يعني ايه خط الدفاع كله؟ ما اعرفش طالع مع مين اصلا، طالع مع فان دايك يعني وجرافنبرخ، انا مش عارف. بس الراجل يشوط الكوره، يسجل الهدف الاول ويحتفل وخلص. قصدي فرحه الدوري. اصل انت كده كسبته يعني، كسبت في الانفيلد وكسبت في الاتحاد، فاهم؟ بس دقيقه 32، شوطه من مرموش في نص الجون لاليسون، الكره تتصد عادي مفيش اي حاجه. الدقيقه 30 الجون اللي سجله مرموش لتاني مره على التوالي يكون اوف سايد، لان انت ماتش تشيلسي سجل جون اوف سايد، ماتش ليفربول يسجل برضه جون اوف سايد، والراجل يعني يندب حظه على فرق الخطوه بتاع الاوف سايد. وحظه بصراحه دمه تقيل ومقرف، لان طبعا لو انت بتتفرج عليها في الاستريم انا كنت صوتي قد كده. بس دقيقه 37 ارنولد يعمل 1 2، صلاح يديله الكوره، ارنولد يقوم عامل له الثرو لوب، صلاح يجري، الراجل يدخل عادي جدا جدا جدا. جافارديول نايم، كورسان طيب نايم، مفيش. جافارديول اكل الاثنين سرحوا مننا، بس يدخل يضم 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 يضم. سوبوسلاي المهاجم الوهمي، وهمنا كلنا النهارده، وهمنا والله، اقسم بالله. الكره تجيله الراجل يشوطها، ادرسن يقوم عامل لك كده او عامل لك كده، مش فارقه ايا كانت الرقصه اللي احنا ناويين نرقصها. الهدف التاني، مش عارف بقى حابب ان انا اكمل لك ولا ما اكملكش، فاهم؟ الدقيقه 37 47 من الشوط الاول في الوقت الاضافي، تيجي كوره كده منتهى الضحك الصراحه لكيفن دي بروين، يشوطها بشماله، يشوطها بره يعني مش عند الكورنر، يشوطها اوت. حلو، بس الكوره عاليه قوي. في كده عارف انت في فيديوهات كده بتطلع ريلز كده وبتاع وشورتات وبتاع، الكوره بتقعد ايه لو انت تحاول تشوط، يعني يجيب لك ان الكوره وهي بتتعاد، وان هي الكوره كانت محتاجه الجون يكبر قد ايه عشان الكوره تدخل. الكوره دي مش لو انت حتى كبرتها لغايه الكورنر، لغايه الرايتين بتوع الكورنر، الكوره مش هتخش جول. كيفن دي بروين كتر خيرك، كفايه كفايه. حقيقي عيب، حقيقي عيب والله، حقيقي عيب يا جوارديولا ان انت والله العظيم تذل راجل زي ده. الراجل ده اسطوره، ما ينفعش ان انت خلاص اسطوره، كرمه كرمه، ما تلعبوش. تلعبه في ماتش ليفربول في خط النص يتاكل، يتهزق. النهارده الراجل يعني مش عارف يستلم، الراجل يعني النهارده بينهج مننا. دقيقه 55 من او اول 10 دقايق من الشوط الثاني، صراحه يدي ثروهايه للويس دياز، الكره تتصد او كل حاجه، بس ايه ده؟ ايه يا صلاح ده؟ ايه ده؟ اقسم بالله كميه نضج كروي. يا ابني يسقف لك والله. الدقيقه 56 كيرتس جونز يجيب جون اوف سايد، فاهم؟ كان كيرتس جونز كان هيجيب في، انا مش عارف اقول إيه اسمه، تخيل،
كيرتس جونز كان يجيب في الجون التالت. انت فاهم؟ كيرتس جونز. انت فاهم احنا فين؟ الدقيقه 57 شوطه يشوطها مرموش شكلها الى حد ما حلو، بس الكره تخرج بره ويجي لنا كورنر ما استفدناش بيه. مفيش اي حاجه. الدقيقه 63 لويس دياز يشوط كوره حلوه ويصد لها تصدي غريب جدا. اديسون كنت متخيل ان هو يطلع ياخدها بصدره زي بقى ماتش ريال مدريد. الدقيقه 65 دي بروين يعني خلاص كتر الف خيري انا خرجت. حلو. ويقوم قالع اصلا شرط الكابتنه يديها لحد من اللعيبه اللي هم بقول لكم ايه روحوا لبسوها بقى اللي ايه اللي هيلبسها. خلاص مش قادر اروح البس حد. مكاتي نازل. كتر خيره هيعمل ايه يعني؟ بتنزل واحد دقيقه 65 هيعمل لك ايه في الماتش وانت خسران 2-0 قدام ليفربول وانت ماسك كوره بقى قاعد معايا ماسك استحواذ بلا اي معنى. الدقيقه 72 ليفربول يخرج روبرتسون ويخرج كيرتس جونز وينزل اندو وتسيميكاس. الدقيقه 75 صلاح يشوط كوره شكلها حلو جدا الصراحه. ادرسن برضه يتصدى لها. لا ادرسن فجاه فاق فجاه تخيل. اه والله العظيم انا مش قادر اصدق والله. الدقيقه 76 نعمل بقى شويه تغييرات بقى خلاص بقى. شفت انت الغمزه دي جندوجان ينزل. اه انا كنت محتاجه. يخرج بقى مرموش. ايوه لا خرج فعلا مرموش ونزل جندوجان. جندوجان ده هو اللي عمل لنا الفرق. وتنزل كوفا بقى وتنزل روبن دياز وتخرج بقى ايه اكي ونيكو جونزاليس كفايه. ده 76 خلاص هو بقى ماتش تغييرات ما فيش اي حاجه بتعمل. جاكبو ينزل مكان لويس دياز. الراجل كان يبقى عايز يجيب الجون الثالث فاهم عشان يتبسطوا بقى كلهم. لا ما بيتسجلش ده. دي 82 صلاح يرمي ثروهايه لسوبوسلاي بجد من نص الملعب تصدي رائع وهايل من خوسانوف. انا هقول لك على حاجه. النهارده مان اوف ذا ماتش بالنسبه لي في فرقه السيتي خوسانوف. حقيقي بلا شك. 9 من 10. اي تقييم تاني هيبقى حاجه عره وبلاش اتكلم فيه. يعني بلاش بقى دوكو بقى وبلاش بقى سافيو بقى وبلاش ناس كتير. كفايه قوي بقى العيال دي. انا عايز امشي العيال دي كلها. حلو. يعني سيب لي مثلا ممكن نسيب مرموش. حلو. والله بجد فعلا. سيب لي نيكو جونزاليس. سيب لي هالاند. سيب لي اكي ممكن اخليه احتياطي. سيب لي مين تاني والله سيب لي مين تاني ولا مين تاني ولا مين. سيب لي خوسانوف. سيب لي جافارديول بس هنعلمه كوره من اول وجديد. ومشي بقى الباقي دول. مشي بقى العيال لعبت كلها يعني سيب مكاتي. هحتاجه يعني ده ممكن اطوره وممكن اعمل منه حاجه كويسه. بس كفايه وسيب لي رودري. بس مشي بقى الباقي كله انا مش عايز الباقي كله والنبي وفيكتور رويس سيبه برضه. بس ماشي خلاص انا مش عايز الباقي ده كله. بجد انا عايز اشوف ميركاتو. ممكن نفتح باب الميركاتو دلوقتي او شباك الميركاتو. افتح لي حتى شراعه. والله افتح لي شراعه واحده. بجد محتاج مثلا بتاع 32 لعيب. بس طبعا صلاح بيطلع نار من بقه وارني سلوت بيطلع نار من بقه وسوبوسلاي بيطلع نار من بقه في اي لعيب هنقول عليه مش عارف اتكلم. خلينا نخرج من حقبه ليفربول والسيتي دي علشان بجد نعرف نتكلم ونعمل فيديو لطيف. طبعا الاسبوع ده او الجدول الاسبوع ال 26 ده اسبوع يعني فيه شويه حاجات كده دسمه تصدمك في الكوره وتحببك اكتر في الدوري الانجليزي يعني. ليستر بتلعب برنتفورد على ارض ليستر. يوم مرقعين 4 من برنتفورد مفيش اي مشكله. فريق المركز ال 11 برنتفورد بيلعب الفريق المركز 18 مقنعه. ارسنال المركز الثاني الفريق اللي بيصارع على ان هو ياخد الدوري. والفريق اللي كان بيلعب ويست هام اللي هو 16 على الدوري في الديربي لندن. حلو. الراجل ارتيتا ده قال لك بقول لك ايه اللي تكسبه العبه. مش مايك ميرينو الراجل نجح في المهاجم الوهمي. قال له اه. جاب جونين قدام ليستر قال له اه. قال له طب خلاص انا هلعب بيها الماتش ده. بس قام خسر من ويست هام. بس فريق شاط شوطين بس ومتارجت منهم واحده دخل الجول. جيرد جون خلاص. كل سنه طيب. يقف بقى ايه ارسنال. بس هي اقول لك على حاجه. نسيت اقول لك على حاجه مهمه جدا. بيقول لك ارسنال احتفل بفوزه للدوري لمجرد ان هو فاز على السيتي. ده تعرف ان هو قد ايه فريق حجمه صغير. انا بقول لك بامانه انا بالنسبه لي ليفربول ياخد الدوري بس ارسنال ما ياخدش الدوري. بمنتهى الامانه. طبعا طرد اسمه ايه ده لويس كيدي. ربنا يكرمه الراجل اللي كان جاب فينا جون وقعد يتريقوا علينا ده. هو اللي طرد. بص هي الدنيا اصلها دوار. بس المباراه اللي بعدها ايفرتون ويونايتد. والله انا مش عارف اقول ايه الصراحه. حقيقي مش عارف اقول ايه. المركز ال 14 بيلعب المركز ال 15 تعادل 2-2. هو ده التمام. بس
بس ايفرتون انا متضايق منكم، يعني انتوا كنتوا كسبانين اتنين يدخل فيكم جولين، غريبه جدا دي. ده انتوا معروفين بدفاعكم. بورموث وولفز، بورموث الفريق اللي كان الخامس على الدوري وبينافس وعايز يطلع بقى، فاهم؟ اللي هو لو كان كسب كان زمانه ركب السيتي بعد اللي احنا خسرنا. بس لا، راح خسر من وولفز. اه، بعد طرد زابيرني ده ولا زابرنيه، على طول ما فيهاش عادي. الراجل طبعا كونيا بقى اللي هو بينقذ الفريق ده، انت فاهم، والراجل اللي هو قال لهم لا ما تلاقوش، انا قبل ما همشي هكون انتوا موجودين في ايه، في الدوري الانجليزي. راجل محترم. وولفز، لا سوري، وولفز ايه، فولهام وكريستال بالاس، ده ديربي تاني في لندن. ديربي تاني في لندن على ارض فولهام، بس الديربي اللندني دايما بيبقى فيه شويه ايه، حاجات كده. اوليفر جاسنر، الراجل اللي كان مضيع الدوري خالص في اول الموسم، ما كانش عارف يكسب، كان مقضيها 5 تعادلات ومش عارف كام خساره. الراجل قال لك لا لا لا، مش عاجبني الكلام ده كله، انا هكسب واتنين بره ارضي وهبقى ال 13 على الدوري، وهكسب التاسع اللي هو فولهام. ساوثهامبتون وبرايتون، يعني لا كده كده ساوثهامبتون ما فيهاش وشها مكان. ال 20 على الدوري 4-0 من برايتون. برايتون فريق بيحاول الصراحه وماسك نفسه الى حد ما، واظن ان هو دلوقتي التاسع على الدوري، هو التاسع على الدوري فعلا. إبسويتش تاون وتوتنهام، رباعية طبيعية منطقية لتوتنهام، بس في ظل فترة غريبة منها، بس إلى حد ما مسكوا نفسهم وبقوا ال 12 على الدوري. وإبسويتش تاون ما زال على ال 18. أستون فيلا وتشيلسي، عجبت لك يا زمن والله، أقسم بالله عجبت لك يا زمن. سبحان الله، بص مانشستر يونايتد مشوا واحد، الراجل ده نزل الشوط الثاني، تشيلسي كانت كسبانة 1-0. أستون فيلا راشفورد اسيستين لاسينسيو، يعني ده دليل على ان نوي ايمري عامل صفقات في الميركاتو الشتوي عالميه، عالميه، تسقف له معاه. نيوكاسل ونوتنجهام، ماتش كنت بتفرج عليه وانا مستمتع. نوتنجهام فورست تجيب الجول الاولاني عن طريق هودسون اودوي في الدقيقه 5 او الدقيقه 6. بعد كده نيوكاسل يكشر عن انيابه، تك 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 4-1 في الشوط الاول. ايه الرعب ده يا معلم؟ إيه انت في إيه؟ نوتنجهام فورست تك تك الشوط الثاني، بس ما يعرفش يعمل اخر تكايه، تبقى 4-3 وينتهي المباراه بفوز نيوكاسل. الفوز ده كان بالنسبه لي بقى، قلت تمام حلو، يبقى كده نيوكاسل بقى قدنا في النقط، بس لو انا كسبت ابقى قد اصلا نوتنجهام وابقى سابق بقى نوتنجهام. خسرنا على طول. اه، بس انا عايز اقول حاجه، الماتش ده في حاجه كده حلوه، بيقول لك ان في لعيبه الكوره بتحبها، ايزاك ده الكوره بتحب، اذا كانت بيلن او اذا كان الجون اللي بعد البيلن. من الاخر هي بقى بتبان الجون الثالث والجون الرابع بتاع نيوكاسل، هي الكوره بجد بتحب ايزاك، الكوره بتجيله لحد عنده، البيلن بيمشي وبيسلك، فتمام. طبعا اخر مباراه كانت النهارده بتاعت مان سيتي بقى وليفربول، وما تخليناش بقى نتكلم في اي حاجه تانية، وخلاص كده كفايه. لو هنتكلم طبعا على برشلونه، الفريق اللي راكب الدوري، حلو. فريق متصدر دلوقتي، كسبان لوس بالماس امبارح 2، وطبعا اتلتيكو مدريد وراه، ونفس الكلام ريال مدريد. انا ما اتفرجتش على الصراحه على ماتش ريال مدريد، كنت وقفت على النتيجه بتاعت 1-0. بس طبعا لو احنا هنتكلم، اتلتيكو مدريد مباراه عنيفه جدا امبارح قدام فالنسيا، وفوز 3 مرتاح 0. هل يا ترى انت شايف ان برشلونه هيكسب الدوري، ولا هل يا ترى شايف ان في كلام تاني ريال مدريد، وهل يا ترى خلاص ليفربول حسم الدوري بعد مباراه السيتي النهارده؟ شويه مباريات سهله يعرف يخلص الدنيا، وارسنال قاعد بيتكعبل. عايزك تكتب لي تحت في الكومنتات. كان معاك جهاد العمري، فهنتكلم كوره، مش عايز اي حاجه.